لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالقناة الذهب عند قمة جديدة. عيار 21 يقترب من 4000 جنيه. ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3950 جنيها مع عودة السوق للتسعير بشكل منتظم بعد أيام من الاضطراب إثر أنباء عن القبض على تجار صاغة، حسب السكرتير عام شعبة الذهب السابقة بغرفة القاهرة التجارية نادي نجيب. وقالت منصة آي صاغة لبيع الذهب على فيسبوك إن السوق عادت للعمل بشكل طبيعي بعد توقف دام قرابة أسبوع، رغم تأكيدات شعبة الذهب في تصريحات سابقة على انتظام العمل. فيما أوضح نجيب للمنصة أن السوق كانت توقفت عن الاتفاق على سعر موحد خلال الأيام الماضية وعادت للتسعير بدءا من اليوم. وذكرت تقارير صحفية أن قوات أمن ألقت القبض على عدد من تجار الذهب بسبب ممارسات رفعت سعر صرف الدولار في السوق الموازية مع لجوء قطاعات كبيرة من مدخري الجنيه لشراء المعدن النفيس لحماية قيمة مدخراتهم. ويتوقع مراقبون مثل ستاندرد أند بورز في تقارير أخيرة أن يسمح البنك المركزي بخفض قوي للجنيه أمام الدولار لتقريب سعر الصرف الرسمي للعملة الأمريكية الذي يدور حول 30 جنيها من سعر السوق الموازية الذي يتجاوز 60 جنيها. وحسب نجيب كان سعر جرام الذهب عيار 21 وقت آخر اتفاقا على سعر موحد في السوق الأربعاء الماضي 3950 جنيها، بينما باعه بعض التجار السبت الماضي 3900 جنيه. وشاهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا بمستويات تاريخية منذ منتصف يناير كانون الثاني الجاري مع زيادة سعر الدولار في السوق الموازية،